في قلب إفريقيا حيث تولد الأحلام تحت وهج الشمس ويكتب المجد، أقدام شابة تتحدى الواقع وتسعى إلى القمم. هناك في ميادين الكرة يصاغ التاريخ من جديد. بطولة إفريقيا لأقل من 20 سنة ليست مجرد منافسة، بل هي مسرح يكشف فيه عن مواهب الغد ونجوم المستقبل. ومع كل دورة تولد أساطير جديدة وترفع راية الفخر. لكن هذه النسخة كان هناك منتخب واحد فقط خطف الأضواء وتربع على عرش القيمة السوقية. نعم، إنه منتخب الأشبال، منتخب المغرب، الذي دخل البطولة لا كمتفرج بل كمرشح لكتابة المجد. كشف موقع ترانسفير ماركيت الشهير المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين والمنتخبات عن ترتيب المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لأقل من 20 سنة، والنتيجة صدمة للجميع وتأكيد للمغاربة. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتصدر القائمة كأغلى منتخب في البطولة بقيمة سوقية وصلت إلى 7 ملايين يورو، متفوقا على منتخبات عريقة كغانا والسنغال اللذين جاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي بفوارق كبيرة. الوصيف منتخب غانا بلغت قيمته 2,93 يورو فقط، فيما اكتفى السنغاليون ب1,000,095 يورو. فرق شاسع يظهر مدى القوى الاستثمارية والاحترافية في تكوين الجيل الجديد من اللاعبين المغاربة. لكن من هم نجوم هذه الكتيبة الذهبية، ومن يقود هذا التوهج في سماء الكرة الإفريقية؟ في طليعة هؤلاء يبرز يونس العبد اللهوي لاعب سيلتا فيغو الإسباني كأغلى لاعب في البطولة بقيمة بلغت 2,000,000 يورو، رغم غيابه المفاجئ عن المباراتين السابقتين أمام كينيا ونيجيريا بقرار فني من المدرب محمد وهبي. قرار أثار الجدل، لكنه يبرهن أيضا على حجم الخيارات الرفيعة في هذا المنتخب. ويأتي عثمان معمة جناح مونبولي الفرنسي كثاني أغلى لاعب المنتخب وثالث أغلى لاعب في البطولة بقيمة بلغت 800,000 يورو. يليه المدافع الشرس إسماعيل بعوف نجم أندرليخت البلجيكي بقيمة 500,000 يورو. إجمالا تبلغ القيمة السوقية لكل المنتخبات المشاركة في البطولة 17 مليون يورو، لكن وحده المغرب يحمل أكثر من 39% من هذه القيمة. إنها رسالة واضحة: أسود الأطلس الصغار جاءوا من أجل اللقب لا أقل. على مستوى الأداء أثبت المنتخب المغربي علو كعبه، حيث يتصدر حاليا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد انتصار مثير على كينيا ب3 أهداف لهدفين وتعادل صعب أمام نيجيريا. والآن كل الأنظار تتجه نحو المواجهة المقبلة أمام المنتخب التونسي في قمة عربية إفريقية خالصة، مواجهة ستحدد من سيتأهل أولا ومن سيواجه مصيرا أصعب في الأدوار المقبلة. التحضيرات جارية على قدم وساق، والإسماعيلية تحتضن المعسكر والروح المعنوية مرتفعة. المدرب وهبي قسم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خضعت لجلسة استشفائية في القاعة الرياضية، فيما دخلت المجموعة الثانية في حصة بدنية وتقنية مكثفة على أرضية ملعب ميركور. كل شيء محسوب، كل حركة لها هدف، وكل تمرين يخدم الحلم الأكبر. الساعة تقترب والمباراة الحاسمة أمام تونس ستجرى غدا الأربعاء على أرضية ملعب قناة السويس في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، 4 عصرا بتوقيت المغرب. وختاما في هذه البطولة لا مكان للصدف. من يراهن على الموهبة وحدها يخرج مبكرا، ومن يراهن على العمل والانضباط والتخطيط يصل إلى القمة. والمغرب اليوم يمثل جيلا ذهبيا لا يعرف التراجع، جيلا يتسلح بالمواهب الأوروبية والانتماء الوطني، جيلا جاء ليكتب فصلا جديدا في كتاب المجد. هل سيتوج أشبال الأطلس هذا التوهج بنتائج تليق بقيمتهم السوقية؟ وهل
بل سيحملون راية المغرب إلى النهائي وربما إلى اللقب. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس، فالمفاجآت قادمة، وكرة القدم لا تنتظر أحدا. منتخبات المغرب قادمة بقوة.